السلام عليكم، مرحبا بكم معايا فيديو جديد وصفة جديدة. اليوم نشارك معاكم طريقة تحضير بريوات بطريقة سهلة وبسيطة بحجوة اللي كتجي أكثر من رائعة. كتعطينا كمية اللي هي وفيرة. كيلو ديال الورقة كيخرج لينا 50 حبة ديال البريوات اللي كيجيو هائلين، حشوة كتجي بنينة بزاف واقتصادية. تبعوا هاد الفيديو من الاول حتى الاخر، غادي يعجبكم بزاف. كنتمنى لكم فرجة ممتعة وندوزو للمقادير وطريقة ديال التحضير. بالنسبه لمقادير الحشوه، عندي 500 غرام ديال الكفته ديال الديك الرومي، حبه ديال البصل، حبه ديال الفلفله خضراء وحبه ديال الفلفله حمراء، عندي 4 كاس ديال الزيت المائده، عندي القزبر ومعدنوس، القليل من الزيتون الاخضر، عندي 300 غرام ديال الشعريه الصينيه، عندي معلقه صغيره ديال الفلفل الاسود، معلقه صغيره ديال الكركم، معلقه صغيره ديال الكمون، الملح على حساب الذوق، القليل من الحار وشويه ديال السكينجبير. في مقله كنضيف فيها الزيت وكنضيف الثوم، عندي هنا 3 فصوص من الثوم، كنضيف عليها البصل كنخليها تشحر حتى كتنزل شويه د البصل. هنا من بعد ما نزلت لي البصل كنضيف عليها الفلفله، كنخليها حتى هي تشحر شويه حتى كتنزل. هنا من بعد ما دبالت لي الخضره اللي عندي كنضيف عليها الكفته، كنحركها مزيان ونخليهم يتشحروا. هنا كنضيف القليل من صوص الصويا، كنخلط الخليط ديالي ونخليه على النار. كنضيف هذوك التوابل ديالي دفعه واحده ونحرك وكنخليهم يطيبوا على خاطرهم. كنضيف هنا قليل من القزبر ومعدنوس. هاد الحشوه كتجي بنينه بزاف وسهله. نضيف القليل من الزيتون، كنخلط الخليط ونخليه يزيد يطيب مزيان. هنا من بعد ما كطيب لي ديك الحشوه كنضيف عليها الشعريه الصينيه، كنحركها ونخليها تشرب لي هذيك المرق الزائد اللي عندي في الحشوه حتى كتنشف مزيان من هذاك الماء. هنا من بعد ما كتشرب لي ديك الشعريه المرق اللي زايد كنطفي على النار. كناخذ الورقه وكنصفها على سطح العمل. انا اختاريت ورقه البخار، ممكن نستعملوا الورقه العاديه. كناخذ الحشوه وكنضيفها للورقه، كنطويها على هذا الشكل هذا بطريقه سهله ومبسطه. كناخذ العجين كنضيفو حتى باش ما تفرقعليش ملي نكون كنقليها ولا تفتح. انا كيلو ديال الورقه بحجم كبير عطاني 50 حبه ديال البريوات بحجم كبير كما كتشوفوا على هذا الشكل. كنستمر حتى كنكمل الكميه اللي عندي كامله ديال البريوات. هاد الحشوه كتجي هائله وبنينه بزاف، جربوها غادي تعجبكم، المذاق ديالها كيجي هائل. كنستمر حتى كنكمل الكميه اللي عندي كامله. هنا من بعد ما كملتهم كنسخن الزيت حتى كيسخن مزيان، وعاد كنضيف البريوات كنخليهم يتحمروا. ضروري حتى يسخن لي الزيت باش ما حتى ما كيشربوش الزيت من الداخل. يعني كان الزيت ما سخونش البريوات كتلقاي فيهم واحد الزيت لداخل، ملي كتاكليهم كتحسي بانهم شاربين الزيت. هاد الطريقه هكا كيجيو زوينين ومقرمشين. كنستمر حتى كنكمل البريوات اللي عندي كاملين. كيجي الشكل ديالهم غير مذهب، ما كنخليهمش حتى يتحمروا بزاف. وهذا هو الشكل النهائي ديال البريوات ديالي. كما كتشوفوا كيجيو زوينين بزاف محمرين، كيجيو بنانين، شهوه منهم غير الريحه ديالهم وهما كيتقلاو كيكون عطي واحد البنه هائله. يعني كنتمنى انكم تجربوهم وغينالوا استحسانكم. شكرا لكم، الى فيديو اخر ان شاء الله.